بس انت ممكن تغرقه. يقولوا مهما يقولوا. يقولوا مهما يقولوا، لا يطولوا ولا ينولوا. ست ميادة. الميزه بقى اللي انت بتتكلم عليها هنا، اللي انت عملت الموضوع قطعيه. يعني في الطبيعي انا عايز اشرح بس يعني ايه موضوع القطعيه دوت، اللي هو بتيجي على الحته اللي عايزه تترش وتترش، ده معناها صح؟ العربيه دي جايه مخبوطه في بابين. حلو. تمام. التحدي في العربيه دي ما كانش السمكات، ما كانش السمكات. لكن كان التحدي في البويه دهان عشان يطلع تسليم قلم، واللون لان ده لون كان لون 3 كود. 3 كود ايه بقى اللون كاندي كراش. يعني ايه بقى كاندي؟ اللون ده بيبقى 3 الوان، ارضيه ولون وصبغه، وبعد كده الورنيش. ارضيه، لون، صبغه، ورنيش. قول المعلومات بس كده 4 حاجات. ماشي. لا ما هو الورنيش احنا ما بنعتبروش ما بيتحسبش. تمام. ايه الصعب فيه بقى؟ هو التركيبه دي، وده لون جاي مركب ان انا اخده اقطع. بص بقى انا هعمل ايه اهو، ده لسه بنسحق. بص انا بعمل ايه، ده أنا مش هاممني وابقى طالع لايف باللون بالشكل ده. هو ده كان التحدي الكبير. سؤال، هل الموضوع ده ممكن بتحتاج ان انت تعيد عليه كذا مره؟ يعني ممكن تعمله من اول مره وما يظبطش معاك تضطر تعيد له تاني؟ ده وارد، عشان بس ما نحبطش الناس اللي بتحاول انها تعمل زينا. ما انت بتخسر بسبب الموضوع ده. لكن لا الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللون ده قسما بيات الرحمن. جات الشد اللي انا لسه قايم منها، اللون ده اتعمل من اول مرة. لا بس ساعات بيكرر، يعني ساعات ما بيظبطش معاه. لا ده وارد. احنا في الشغلانه نفضل نتعلم. مفيش في الدنيا معلم، الشغل لازم كل يوم هنتعلم. صح، بس المهم يبقى عندك المعلومات والاكسبيرينس الكبيره، والاهم اللي هو ممكن يطلع ويقولها للناس. ونجتهد ونسعى وهنفضل الحمد لله ربنا موجودين، بنطلع تلامذه بكره ان شاء الله يبقوا اسد. حلو. انت طالع تقول ابات النهارده. اسمع يا صاحبي.